صباح الخير. خير. ايه الحكايه؟ هنزل عندك لحد ما اتجوز. والمناسبه؟ خايف على نفسي من الفتنه يا ابو حميد. فتنه؟ خايف لو واحده من اياهم تطب عليا وتقلب كياني. والله وتصلحنا قوي يا قمر. الفضل كله يرجع لك انت يا ابو حميد. ليه انا؟ بصراحه ما بلاش العنف ده. بصراحه انا الشاب الخجول اللي بعت لك جواب على المجله ونصحته انه يتجوز البنت اللي من غير ماضي. يا نهار ابوك اسود. عجبتك الخطه مش كده؟ خطه؟ ده تزوير، ده نصب، ده احتيال، ده افتعال في ملابس البلاقط. يا سيدي ما تدقش، الحمد لله عدت على خير. وكمان راح تلبسني العمة قدامهم وتقول عليا يا باشمهندس؟ طب ازاي فاتت عليا الحكايه دي؟ ده انا طلعت باش مغفل حمار. يا سيدي جل من لا يسهو. اخرس. الجوازه دي لا يمكن تتم. حرام عليك، ده انا واخد الموضوع جد. جد؟ علي انا الكلام ده؟ بكره تاخد مزاجك منها وترميها زي غيرها. لا، يبقى لازم تقول لابوها على الحقيقه. ان كان على ابوها هو تقريبا عارف. وهي هتفضل على عمها؟ وانت مالك انت يا اخي؟ انا مالي. التليفون فين؟ هتعمل ايه يا مجنون؟ هقول لهم اذا كانوا عايزينك يقبلوك على عيبك. قول يا طايش، النمره كام؟ انت يعني انت مصمم تفضحني؟ ما هو لو ما قلتش هروح لهم بنفسي. حكم عقلك يا احمد. النمره كام؟ 8 1 2 7 8 4. مين؟ 4. السلام عليكم، انا رايح الشقه. كمال. كمال. نعم. استنى يا ابني. توعدني ما تلعبش بديلك؟ لو لعبت اكشفنا عند ليلى. طب بوس ايدي. وابوس الجزمه كمان اهو. لا، تبوس القدم وتبدي الندم على غلطتك في حق الغنم. ابوس القدم وابدي الندم على غلطتي في حق الغنم. صباح الخير. اهلا. اتفضلي يا ليلى. ما كانش في داعي تتعب نفسك، انا ما استاهلش منك ده كله. الله، ايه الحكايه؟ مالك يا ليلى؟ انا ما استاهلش حبك يا كمال، انا خدعتك. خدعتيني؟ انا كان ليا ماضي. ماضي؟ قصدك كان ليك علاقه بواحد قبل مني؟ ايه، مش علاقه طيار يعني؟ للاسف لا. يعني ايه؟ اتكلمي. ما اقدرش. علشان كده كنت بترفضي الخطاب وخايفه تتجوزي؟ ارجوك ما تفضحنيش يا كمال، انت اول واحد اعترف له. انا مش مصدق وداني، مستحيل انت يحصل منك كده. سامحني يا كمال، استرني الهي يسترك. انا هتجنن، ده انا اللي عرفت بنات اشكال والوان. بعد ده كله تيجي انت تخدعيني؟ ازاي انا وقعت في المسيره دي؟ ازاي؟ ما يقع على الشاطر يا باشمهندس. بتتريقي؟ طبعا، عشان كل اللي قلته لك كذب في كذب في كذب. كذب؟ ايه الهزار البايخ ده؟ ده مش هزار، حبيت امتحنك يا منافق يا غشاش. انت فاكرني هبله وفاتت عليا حكايه الست اللي في التاكس؟ مين اداك الحق تتمتع قبل الجواز؟ وفي الاخر جاي تتجوز واحده حرمت نفسها من كل حاجه وما عملتش زيك؟ ما تتكلم. ما كل الرجاله بتعمل كده. باي حق، باي قانون، باي دين؟ كل البنات بتتجوز الشبان وهي عارفه ان لهم تجارب وعلاقات قبل الجواز. الكلام ده كان زمان، البنات دلوقتي اتحررت وبتشتغل ومش مجبره انها تتجوز اي شاب. في بنات بتشتغل وبرضه بتقبل تتجوزهم. على الاقل بيصارحوا بعض قبل الجواز. ما انا كنت ناوي. يا سلام، وكنت فاكرني هسامحك. اللي يحب ممكن يسامح.
انا مش مستعده اتخلى عن مبدئي. الجوازه دي مش ممكن تتم. روح كلم بابا وافسخ الخطوبه. طب اقول له ايه؟ اخترع له اي سبب. ما افتكرش ان حضرتك هتغلب في كدبه. يعني اقول له اني اكتشفت اني ليكي ماضي، صحيح انك بجح وانت معقده، وانت منافق. انت مغروره. نازل ايدك. طب لمي لسانك. اوعى كده. بحبك يا مجنونه. ألف نهار أبيض، أنا قلت كده برضه. بحبك يا... ايه ده يا بنتي؟ انت لسه ما لبستيش؟ ومش هلبس يا بابا. طب والعريس والمعازيم هنعمل فيهم ايه؟ انا مستعده انزل اقول لهم الحقيقه. هنتكلم في الموضوع ده تاني؟ تاني وتالت ورابع يا بابا. هو مين اللي هيتجوز، انا ولا حضرتك؟ لا حضرتك. خلاص، يبقى ازاي عايزني اتجوز واحد له ماضي؟ ماضي ايه بس يا بنتي؟ اتفضل يا سي بابا. مين ده؟ ده العريس. واللي معاه واحده ست ولا لا؟ واحده ست وحواليها 12 بنت. وبيعملوا ايه؟ بيصلوا؟ لا بيرقصوا. بس يا بنتي الحكايه دي كانت قبل ما يعرفك. قبل ما يعرفني بعد ما يعرفني ما تفرقش. ما هي ممكن تتكرر في اي وقت. يا بنتي دي تالت خطوبه تفسخيها. قومي البسي، قومي كفايه كده ما تفضحنيش. افضحك عشان ايه يا بابا؟ هو انا اللي غلطت ولا هو؟ حد يقدر يقول عليا كلمه؟ لا. حد قال لك اني كتبت جوابات حب لاي شاب؟ اعوذ بالله. حد مره سمعني باخد ميعاد من حد بالتليفون؟ ما حصلش. خلاص، يبقى من حقي اتجوز شاب زيي تمام، ملوش ماضي مع اي بنت. اذا كانت دي عقدتك يبقى طلبك ده مستحيل. معظم الشبان بيبقى لهم علاقات وتجارب قبل الجواز. امال ليه بتحاسبوا البنت لما يكون لها علاقات وتجارب قبل الجواز؟ هي دي تقاليد المجتمع يا بنتي. غلط، اكبر غلط. وانت يا بابا اول واحد عارف ان ده غلط. انت نسيت اختي منى. نسيت يا بابا، نسيت. انا اسف يا جماعه، ليلى تعبانه شويه وهنضطر ناجل الخطوبه الليله دي. ليه حصل ايه يا شكري بيه؟ اتفضل. يظهر طلع له ماضي. ايدك على الرهان. بس الصورة دي يا فندم مع بنت جارتنا غصبت عليا ارقص معاها في عيد ميلادها، وكانت هي المرة. يا سلام، وكانت هي المرة. طب ما هو عود الكبريت ما بيولعش غير مرة واحدة. على كل حال نتكلم في الموضوع ده بعدين. لا بعدين ولا قبلين. هي يا ابني هتحاسبك من دلوقتي. الراجل ما يتعيبش على تصرفاته. يلا بينا. استنوا. يا عريس، يا ام الجاموسة، يا ام العريس، عاجبك